المسألة وما فيها أن هذه المسرحية نتاع تغيير القناصلة وبعض السفراء هي للتغطية على الهدف الأساسي، هو تغيير القنصلين اللي راهم غاضبين عليهم غضب كبير. شكون اللي غضب عليه؟ غضب عليهم العسكر. هم لم يخطئوا، لم يرتكبوا أي خطأ مهني ولا دبلوماسي فيما يقومان به، الأمور كلها بالسليم، لكن حملوهم المسؤولية أنكم ما قلتوش. النظام الجزائري يا ناس أجرى تغييرات في قناصلة، دار إجراءات هكذا تغييرات في السلك الدبلوماسي. هذه التغييرات في السلك الدبلوماسي خلينا نشوفوا واحد الأمر. دار التغييرات هو تبون من نهار اللي جاء هو يغير ويغير ويغير، اللحظة هذه ما زال ما دار ولا حاجة تصلح، ولا حاجة تصلح يا ناس، ما زال. وين هم الدبلوماسيين؟ وين هم؟ رغم القطيعة مع المغرب، الجزائر تعين قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة. عينت الجزائر قنصلين جديدين لها في مدينتين مغربيتين، ويتعلق الأمر بتعيين هشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبالغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء، وفق ما أفادت به وسائل أعلام جزائرية. وجاء هذا التعيين في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ومنذ أن أعلنت الجزائر من طرف واحد سنة 2021 قطع العلاقات الدبلوماسية من المغرب، وفي ظل غياب السفير الجزائري عن الرباط، أصبحت قنصليتها في الدار البيضاء هو ممثليتها الدبلوماسية الرئيسية، كما أن تغييرها قنصليها في الدار البيضاء ووجدة يأتي بعد ملف نزع أملاكها الدبلوماسية في الرباط، وهو ما يعطي لهذه التغييرات أكثر من قراءة، خاصة أنها تأتي مع إعلان الجزائر عن انتخابات رئاسية مبكرة في سبتمبر قبل 3 شهور من موعدها المحدد، كما كتبت صحيفة الأيام المغربي. وكانت العلاقات بين البلدين، المهم تحدثوا على عدة أمور. القضية وما فيها يا جماعة أن هذا الإجراء نتاع التغييرات هما أرادوا قضية القنصلين هذا بسبب تلك الوثائق. ما حدث بالضبط بناء على معلومات تقول بأنه البيان اللي أصدرته وزارة الخارجية وهددت المغرب وفي كذا وكذا وكذا ونزع الأملاك، هذاك قلت لكم بيان داروه الأجهزة الأمنية، هم اللي كتبوه ونشروه، وزارة الخارجية ما على بالهاش. وبعد ما تم ظهور وثيقتين يدلوا بأنه القناصلة قنصل الجزائر في المغرب كان في نقاش حول هذا الموضوع، غضب العسكر. يعني هذه المعلومة ممثل العسكر ضابط الاستخبارات اللي موجود في وزارة الخارجية ما كانتش عنده هذه المعلومة، وربما علموها وكان الكاسيدور مش نساها، ولا أعتقد أنه ما يخبروش. عندما شافوا هذه الوثائق وجدوا أنفسهم في دوامة وفضيحة كبيرة. قال لك واش نديروا؟ أعطوا أمر بتغيير مسؤولين قناصلة وسفراء، نديروا تغيير حتى ما نديروش فقط تغيير من أجل القنصلين، لأنه كان نغيروهم غيرهم في زوج راح تولي لهم فضيحة. خلاص، بأنه خاصة بعد تصريحات عطاف لما قال ذلك الكلام، قال لك بأنهم موضوع أثروه المغاربة، ردينا بردنا، اتخذوا قرار نعتبروه قرار لائق، وانتهى الموضوع في فصله هذا. المسألة وما فيها أن هذه المسرحية نتاع تغيير القناصلة وبعض السفراء هي للتغطية على الهدف الأساسي، هو تغيير القنصلين اللي راهم غاضبين عليهم غضب كبير. شكون اللي غضب عليه؟ غضب عليهم العسكر. هم لم يخطئوا، لم يرتكبوا أي خطأ مهني ولا دبلوماسي فيما يقومان به، الأمور كلها بالسليم، لكن حملوهم المسؤولية أنكم ما قلتوش. لا، هم قالوا وكتبوا ونقلوا هذه الأمور إلى وزارة الخارجية، لكن الذي حدث أن الضابط اللي جبار وجماعة لما داروا هذا الأمر ما عندهمش المعلومة، واللي ربما مرت عليهم المعلومة، الناس ما عندهمش حتى مستوى، وناس كبار في السن، ناس مرضى بالخمور والإدمان على الكاشيات وأشياء بلاوي كثيرة. راح يتذكر لك بأنه كاين مسؤول راهو حدثنا على هذا الأمر، لن يتذكره أبدا.
لكن كل ما حدث وأتأكد أنهم غضبوا غضب شديد، قال لك لازم نعاقبوه. وعلاش تعاقبوهم؟ كاين وثائق. وعلاش تعاملتوا مع المغرب؟ يعني غريبة. ما قام به القناصلة إجراء قانوني وسليم لا يعاقبون عليه، لكن ما قام به العسكر تجاوز لحدود مهمتهم، وأيضا اعتداء على دور الدبلوماسية وعلى وزارة الخارجية، وأيضا عبث وفضيحة للدولة الجزائرية. بدل أنه يحاسب الضابط اللي كتب البيان وفرضوا على وزارة الخارجية في صفحتها، لا، راحوا للقناصلة مساكن عاقبوهم وجابوهم، ورايح ممكن يعاقبوهم يخلوهم مجرد موظفين، وإذا كان فيهم اللي راهو في سن التقاعد يروح للتقاعد. هذا ديدنه. لذلك إخواني الكرام، المعلومات التي توفرت لدي تقول بأن هذا الإجراء الذي اتخذ من طرف النظام الجزائري هو إجراء غضب من الأجهزة على القنصلين بسبب الوثيقتين. شفت هذه البلاد يعني مسؤول يتعامل بالقانون ويتخذ إجراءات قانونية في إطار التعامل مع الدولة يعاقب. ونزيد نقولها لكم، بناتهم وولادهم اللي يعملوا في السفارات هم السفراء، هم السفراء. كانت بنت جنرال تعمل في مثلا قنصلية الجزائر في تولوز، تتصرف كإمبراطورة، لا أحد تدخل على مكتب القنصل في الوقت الذي تريد، تخرج في الوقت الذي تريد، وهي عازبة وجاية سبيسيال وراح باش تبقى هنا. يعني والله العظيم، وغيرهم. بنت عبد القادر بن صالح اللي كان رئيس الدولة تعمل في مقر الخطوط الجوية الجزائرية في باريس. بنت وزير آخر سابق مات راهي أيضا تعمل في الخطوط الجوية الجزائرية في تولوز. ولكن والله هذيك للأمانة سيدة فاضلة وطيبة وتعاون في الناس وتعامل باحترام. لكن الأخرين الله العظيم يعني كي يتجاوز يعطيها أمر في حشي تقول والله تليفون ما تزيد نهار لهنا. يعني الموظف الجزائري راهو خدام عند جنرالات، مش خدام في دولته يحميه قانون يحميه مؤسسات. نفس الشيء ما حدث القناصل بعد ما صفعهم المغرب. صفع المغرب والله ما رد عليهم، لا بلا شيء، ما ردش عليهم أو ما صارش يرد عليهم أصلا، لأنه أصبح نقولها لك المغرب أصبح يحس بأنه ينزل مستواه، يطيح المستوى لدرجة أن نرد على هذه السخافات. يعني ندير بيان تهدد المغرب ونتخذ الإجراءات التي نراها مناسبة والقانون الدولي وكذا وكذا، وبعد يظهر معاهدة فيينا والحكايات هذه كل في صالح المغرب. والأكثر من هذا تطلع وثائق تفضح الخارجية الجزائرية. فبدل أنه يروحوا الضابط اللي يقف يحقوا فيها ويعاقبوه، لكن لا، الضابط راه بقى في بلاصته، جبار مهنا مش نروحوا نضحوا بالقناصلة. واعتقد بهذه الطريقة وبهذا العبث لا يمكن أبدا للدولة الجزائرية أن تفرض وجودها دبلوماسيا. علاه الجزائر دبلوماسيين في كارثة، وعلاه جوازها ما عندوش ولا قيمة، صار يدي الجزائريين أكرمكم الله للجزائر والحمام. هذه الحقيقة، ما عنده حتى قيمة الجواز الجزائري. بسبب ماذا؟ بسبب أن الدبلوماسية نتاع العسكر، السفير والقناصلة في خدمة زوجة فلان وأكرمكم الله وعشيقة علان وكذا كذا من الجنرالات، يرتبوا أمور عائلات الجنرالات ويسخروا لهم السيارات كي يجوا كذا وكذا ويتنقلوا ويمشوا ويتحركوا بالسيارات الدبلوماسية، مثل ما كان ولد القايد صالح. كان ولد القايد صالح يجي لباريس يتحرك بالسيارة الدبلوماسية، وهو ما هو دبلوماسي وما عنده شيء، هو ابن جنرال ونائب وزير الدفاع ورئيس الأركان وغيرهم كثير. في رأيكم بلد مثل هذا؟ هل رأيتم مثلا سفارات الدولة الفرنسية أن ولاد جنرالات ولا ولاد مسؤولين يزوروا الدول هذيك وتسخر لهم القنصليات والسفارات؟ أبدا، لم يحدث إلا إذا كان مسؤول في مهمة رسمية. أما المواطن ويروح كمواطن إلا إذا راحت له وثيقة ولا شيء ولا حدث له مكروه سفارة بلاده تحميه. هذه هي الحكاية اللي راهي صايرة. راكم بهدلتم بالجزائر. لذلك تصريح أحمد عطاف الأخير فيما يخص هذا الملف كان فضيحة. هذا القرار بتاع تغيير القناصل أكد الفضيحة. البيان راهو عار،
وما يجري كله مع الجار المغربي مجرد شنار ليس إلا. عليه تغير في القناصل يا أخي، قطعت العلاقات نهائيا وقطعت وغلقت الأجواء، راح نبدل القناصل. معناها أنا ما زلت راني ندير واش نحب. الله العظيم هذا عبث دبلوماسي ليس له نظير. وأنا أجزم لكم إذا بقينا على هذا الحال والله سنصل إلى المحال، لأن الدولة إذا أرادت أن تعيد نفسها قيمة أزماتها تديرها وفق ما يحفظ لها ماء الوجه. الجزائر أزماتها كل خرجت بعار وبفضائح، والمغرب راهو ما دار معهم والو وهم من فضيح. يفضحوا في أنفسهم بأنفسهم. ماتوا أشخاص، قالوا 3 أشخاص جزائريين في استهداف الشاحنتين، خرجوا ببيان اتهموا المغرب، واللحظة هذه ولا دليل. كيف تتهم المغرب قتل لك رعاياك وما تلجأش للقانون؟ علاش ما ترفع الشكوى بالمغرب أنه استهدف لي في رعايا جزائريين في منطقة عازلة أو منطقة كيما تسموا فيها أنتم المناطق المحررة وتسمي فيها البوليزاري؟ علاش ما تديروش الأشياء هذه؟ والو لأنهم ما يملكوا دليل. توقفوا على هذه البيانات السخيفة، توقفوا على هذه المضحكة اللي حولتوا في الجزائر إلى مسخرة بعدما كانت مفخرة. والقادم صدقوني سيكون مضحك لدرجة البكاء، لكن ليس بكاء بدمع بل بكاء بدم. 100,000 هكتار باش نبدا لأول مرة نحاول ننتج الغبرة نتاع الحليب عندنا. يا جماعه ما تهبطولناش المستوى، باسكو راني نشوف واحد الناس راهم يروحوا يشوفوا التحليلات ويبعثوا لي في البريفي يقول لي شوف تبون اش قال، يروح يرنك تبون. انا عليها نشوف رئيس تبون، عليها نتبع التحليل تاع الرئيس تبون، واش يكون هذا من رئيس تبون؟ كذاب، كذاب اشر، كذاب، انسان كذاب. لا دكتوراه لا شكوبي. انا نقول لكم نتحداه الى عنده دكتوراه، اقسم برب الكعبه ورانا في رمضان ما عنده شهاده، والله ما عنده، والله ما عنده، والله ورانا في رمضان، والله 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 سيسقط نظام الجزائر، والله اقسم برب الكعبه غير سيسقط سقوط مدوي، سقوط مدوي، لانه الكذب علامه من علامات السقوط.